يو بقى انا زفت. ايه بس مالك في ايه؟ بردش على اليوتيوب اللي بحفظ فيه الفيديوهات بتاعت اليوتيوب، الشغل بتاعي جرب يتملي ومش عارف اعمل ايه. انت مش عندك جهاز قديم؟ ايوه عندي جهاز قديم اهو. فلما تنقل الشغل اللي انت بتقول عليه اللي هو مالي الجهاز عندك، انقله على الجهاز القديم ووفر لك مساحه في اللاب بتاعك. الملفات حجمها كبير عشان الكاميرا الجديدة، فبتطلع الملفات كبيرة والشغل عليه بخليه الحجم بتاعه اكبر، فبالتالي هتبقى مقرفة في نقلها. ما الفلاشة مش هتقضي غير انقضت فيديو او اتنين يبقى ده عملت انجاز. ومين قال لك ان انت هتنقل بالفلاشة اصلا؟ انت هتنقل بس من خلال الراوتر او من خلال الشبكة بتاعتك. ازاي؟ تعال انا اقول لك ازاي. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الفيديو النهارده هنعرف ازاي نشارك الملفات بتاعتنا من خلال الشبكه او من خلال الراوتر اللي احنا موصلين عليه الاجهزه بتاعتنا. اللي حصل من فتره ان البارتيشن اللي بحفظ فيه ملفات اليوتيوب بدا يتملي او جرب انه يتملي، فطبعا عايز افضيه عشان اعرف اعمل محتوى اكتر او محتوى جديد تاني واحفظه عليه برضه، عشان انا بحب احتفظ بالفيديوهات مش بحب امسحها. طيب اعمل ايه؟ عندي جهاز قديم مركون، بي سي قديم مركون مش بستعمله يعني لان امكانيات ضعيفه ومش بستعمله، بستعمل اللاب انه هو جهاز الرئيسي لان هو اقوى يعني. المهم فكرت الفكره ان عايز انقل مثلا جزء من الملفات دي، كده الداتا اللي على البي سي انا مش عايزها، مش لازماني في حاجه، فانا عايز اخليه زي ارشيف او مكتبه احفظ عليه. فكرت اخد الفيديوهات اللي ماليه الدنيا عندي او يعني زحمه المكان عندي على اللاب، اخدها احطها على الجهاز القديم ده. فطبعا انتوا عارفين الكاميرا الجديده بتطلع الفوتج عاليه، الجوده بتاعتها عاليه، وبالتالي الحجم بتاعها بيبقى كبير. مش لاقي طريقه نقول بيها، يعني طريقه النقل بالفلاشه هتبقى عذاب، يعني انشاء الفلاشه 16 انشالت فيديو او اتنين هتبقى عملت انجاز كبير. فقعدت ادور لغايه ما وصلت لطريقه اني اخلي الملفات تتنقل من خلال شبكه الراوتر اللي هم متصلين عليه. يعني انا جهازي القديم مثلا موصله بكابل لان اللي هو الكابل الانترنت العادي، واللاب متوصل من خلال الواي فاي بالراوتر، فخلي النقل يبقى من خلال الراوتر ايا كان عدد الاجهزه اللي انت موصلها بالراوتر او اللي موصلها بالشبكه بتاعتك، تقدر تنقل ما بينهم ملفات كبيره صغيره. طبعا هتاخد وقت يعني لحد ما يخلص النقل، بس على الاقل انت مش مضطر انك تحط فلاشه تنقل منها ملفات بعد كده تحطها على الجهاز الثاني تنقل ملفات هناك وتطول والعذاب ده، لان انت تديله الامر وبتسيبه لغايه ما يخلص براحته. فلما عرفت الطريقه دي حبيت اشاركها معاكم عشان تستفيدوا بيها وتعرفوا ازاي تنقلوا ملفاتكم بين الاجهزه المتصله في نفس الشبكه. او في حاله تانية تنفعك فيها القصه دي اللي هي ايه، مثلا انا عندي جهازين متوصلين على شبكه واحده، انا في شغل مثلا في شبكه بسيطه كده هعملها مثلا او موصلهم على نفس راوتر واحد هما الاثنين، وبدل ما مثلا انت شغال على ملف وصاحبك شغال على نفس الملف، بدل ما اخلص انا اخر حاجه اخدها اروح احطها له تاني على الجهاز وممكن نغلط ونضيع داتا ونضيع وقت على الفاضي، لا احنا هنخلي الملف على جهاز واحد بس، والجهاز الثاني يظهر عنده البارتيشن، يبقى الملف ظاهر في الجهازين بس هو محفوظ على جهاز واحد او على هارد بتاع جهاز واحد بس اللي هو الجهاز الرئيسي، والجهاز الثاني ظاهر عنده، يعني اللي يعملوا الجهاز ده هيتحفظ على نفس الملف في مكانه في الجهاز، والجهاز الرئيسي لو حفظ حاجه هتظهر برضو عند الثاني بنفس التحديثات الاخيره. فبالتالي انا مش مضطر ان انا انقل الملف كل شويه من هنا لهنا، كده انا الملف اي حاجه بتتحدث فيه بتحصل في الاثنين من غير ما عاوز انقلها. فدي برضو ميزه حلوه انها تسمع هنا وهنا، يعني اي شغل هتعمله على الجهاز ده في الملف ده هيظهر هناك والعكس صحيح، فبالتالي هيوفر لك وقت وهيريحك، وبالتالي ما فقدش داتا، وفي نفس الوقت الملف اشتغل عليه اكتر من واحد ونخلص وننجز اسرع مع بعض. فتعالوا نشوف الطريقه هنعمل ايه في الجهاز عشان نبدا ننقل الملفات مع بعض. على فكره مش شرط مثلا واحد يبقى متوصل كابل والتاني واي فاي، عادي الاثنين متوصلين واي فاي او الاثنين متوصلين كابلات عادي مش مشكله، اهم حاجه يبقوا الاثنين او الاجهزه اللي انت عايز تنقل بينهم متوصلين على نفس الراوتر عشان يبقوا في نفس الشبكه مع بعض عشان تنفع الطريقه دي معاهم. اول حاجه هروح على كنترول بانل واختار نتورك اند انترنت واختار نتورك اند شيرنج سنتر واختار هنا تشينج ادابتر سيتنج. هنا انا عشان ما موصلش كابل فاعطيني علامه اكس على الكابل والواي فاي متوصل فهو المتوصل عليه. هدوس دبل كليك على الواي فاي واختار ديتيلز
عشان يظهر لي الاي بي بتاع الجهاز بتاعي اللي واخده على الراوتر، ودي مهمة عشان اعرف اظهر البارتيشن او اعرف ادخل للجهاز التاني من خلال الاي بي بتاعه. يعني لو من الجهاز التاني وعايز ادخل لللاب يبقى لازم اخد الاي بي بتاع اللاب عشان ادخل بيه من الجهاز التاني، لو العكس يبقى اجيب اي بي الجهاز التاني اللي انا عايز افتحه من اللاب. يا رب تكون وصلتها دي بشكل كويس. فده 192.168.1.1.7 ده الاي بي بتاع اللاب. كده خلاص هدوس كلوز. احنا كل اللي عايزينه بس الاي بي من هنا. هروح على تشينج ادفانس شيرنج سيتنج وادوس عليها. همسك كل وحده بدل ما هي تيرن اوف هخليها تيرن اون. انا طبعا عشان اعملها قبل كده فمعموله عندي كلها تيرن اون. انت عندك هتعمل كله تيرن اون وبعد كده هتدوس سيف تشينج. يعني اول سهم ده تيرن اون نتورك هتلاقيها على تيرن اوف هتخليها تيرن اون، واللي تحتيها نفس الوضع. السهم اللي بعده تيرن اون تيرن اون، بعد كده تنزل دول برضو تيرن اون كلهم. ودي اهم وحدة عشان تحط باسورد للجهاز بتاعك عشان مش اي حد يعرف يفتح الجهاز بتاعك عنده، حتى لو متوصل معاك في الشبكة مادام ما معهوش الباسورد اللي انت حاطه للشيرنج سيتنج بتاعتك ما يعرفش يفتحه من عنده. حتى لو فتح، حتى لو وصل الاي بي بتاعك وفتح جهازك من عنده مش هيعرف يدخل للملفات غير بالباسورد اللي انت هتحطه. فدي مهمة عشان كده. بعد كده هدوس سيف تشينج وادوس كانسل. خلاص اللوحة دي مش عايزها خالص. بعد في حاجة مهمة تاني، اروح اقف على this PC، كليك يمين واختار مانج، واروح على لوكال يوزرز اند جروبز، اختار يوزرز، اروح على ادمنستريتور هيبقى متعطل عندك، احنا هنروح ونشغلوه دلوقتي. دبل كليك هتلاقي متعلم علامه صح على اكونت از ديسيبل. انت هتشيل علامه الصح من عليه وتدوس ابلاي وتدوس اوكي. بعد كده هتقف على ادمنستريتور زي ما انت بعد ما شغلناه خلاص. هدوس كليك يمين واختار سيت باسورد. هنا دي جايبها لي الرساله دي عشان انا عامل باسورد قديم قبل كده، فسيبه ده واعتبر انت عندك باسورد جديد هتحطه. انت لسه جديد فانت هتحط باسورد جديد، مالكش دعوه بالرساله دي مش هتظهر لك. وادوس اوكي. كده خلصنا الاعدادات اللي لازم تتعمل عشان تعرف تشير الملفات بين الجهازين. تعالوا نروح للجهاز الثاني نعمل نفس الخطوات هي على الجهاز الثاني. نفس اللي عملناه في الجهاز ده هنعمله في الجهاز الثاني. بعد كده هنبدا نشير الملفات بين الجهازين بقى. برضه هنا هنبدا نعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها على الجهاز الثاني. هروح اقف هنا على علامه الويندوز دي او على علامه النتورك دي اسف، واختار اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، واختار تشينج ادابتر سيتنج وادوس عليها دبل كليك، واختار برضو ديتيلز عشان اعرف الاي بي بتاعه. هنا ده اخره 10، الجهاز الثاني او اللاب كان اخره 7. هنا ندوس خلاص كده عرفناه. نرجع باك واختار تشينج ادفانس شيرنج سيتنج برضو واعملها تيرن اون زي كله برضو زي اللي فات نفس الوضع. واهم حاجه الباسورد زي ما قلنا. دي خلاص خلصناها. هروح اقف على كمبيوتر اختار مانج، هروح برضو على لوكال يوزر اند جروب، اختار يوزر ادمنستريتور وادوس عليه دبل كليك. برضو الغي account is disabled هتلاقيها متعلم هتلغيها وتدوس اوكي. هنا بقى هتدوس كليك يمين واختار سيت باسورد. برضو الرسالة دي ظهرت لي عشان انا موجود عندي القديم او عشان انا عامل باسورد قديمة يعني. فهديله باسورد معينة كده وادوس اوكي. the password has been set يعني الباسورد بتاعتك تمام اتعمل كده. مع اللي يشغل ان انا ابدا بقى اشير الملفات بين الجهازين. هنبدا ازاي؟ في كذا طريقه. لو انا مثلا عايز اخد ملف كده وخلاص من على مكان معين هدوس ويندوز حرف الار واكتب دبل سلاش بالطريقه دي واكتب 192.168.1.7 كده فتح عندي على طول عشان انا فاتحهم قبل كده الجهازين مع بعض، فبالتالي ما طلبش مني باسورد لان انا محفوظ عندي قبل كده. لكن بالنسبه لك انت هيطلب يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم هتكتب فيه كلمه ادمنستريتور والباسورد بتاع الجهاز اللي انت عامله. يعني اللاب احنا عملنا له باسورد هتحط الباسورد بتاعه، لو العكس هتحط الباسورد الثاني بتاع الجهاز الثاني. هنا فتح لي اليوزرز ممكن ادخل بقى الف فيه براحتي. FAKB ده اسم الجهاز الثاني. ادي مثلا الداونلود بتاعي، دي الحاجات اللي انا حاططها في الداونلود عندي او الحاجات اللي انا محملها على الجهاز الثاني. تمام.
دي حاجة من ضمن. نرجع مثلا اختار مثلا هنا الديسكتوب، هيجيب لك الديسكتوب ما جايبش غير الشورت كات بتاعت البرامج بس، ان انا مش حاطط عليه حاجة. لو دخلت مثلا هنا ما فيش البارتيشنات، هنا مش ظاهرة لان البارتيشنات ما بتظهرش من المكان ده، ليها مكان تاني ندخل منه. فهروح مثلا على كمبيوتر كده واعمل مثلا نفس اللي كتبناه سلاش، هو مكتوبة، هعمل سلاش تاني مثلا حرف هشوف الحرف بتاع البارتيشن اللي انا عايزه يظهر عندي، وبعد كده هروح كاتب مثلا الحرف بتاعه واعمل علامة الاس دولار وادوس انتر. ده ما فتحش يبقى مش موجود. اختار مثلا كان نوت اكسس، وده بالتالي هو مش موجود اصلا. فاحنا هنغير نكتب واحد غيره، مثلا هظهر بتاع اليوتيوب اللي انا حافظ عليه الملفات هو حرفه جي، هكتب جي واكتب علامة اس دولار. ومحدش يقول لي انت بتكتب للرموز الكتير دي رموز في الشبكات لازم تتكتب كده عشان يوصلك للي انت عايزه. كده فتح لي بارتيشن اليوتيوب اللي على جهازي بتاعي التاني اهو، فتحوا لها كامل. ودي الصورة حتى كنت عاملها، هي اصلا مش موجودة على الجهاز ده، هي موجودة على اللاب اصلا، وفتحها لي هنا. بس حد هيقول لي الطريقة دي متعبة، انا مش كل ما عاوز ادخل مثلا اخد ملف من هناك او من الجهاز التاني هعمل القصة دي. هقول له في حاجة هتريح، هروح على اورجانايز، هظهر بس المنيو بار عشان ده ويندوز 7 ما بيبقى ظاهر، واروح على تول واختار ماب نتورك درايف، وهكتب نفس اللي كتبناه برضو، هكتب سلاش هين 192.168.1.7 سلاش تاني حرف الجي، واختار علامة الدولار. هنا كتب عربي، خلي بالك ان كله لازم يبقى انجليزي، وادوس فينيش. هطلع من ده، هو فتحوا لي تاني البارتيشن. اطلع هتلاقي البارتيشن ظهر عندك تحت اهو، بيجي فيه نتورك لوكيشن هنا، وطلع البارتيشن اللي انا عايزه ظهره لي هنا من الجهاز التاني. ولو دوست عليه هيفتحوا لي عادي كل سهولة. يعني عندك 3 طرق معاك متاحة انك تدخل بيهم على البارتيشنات، سواء تكتب هنا وتختار اللي انت عايزه، او من خلال الماب نتورك درايف، او من خلال الرن. تعالوا نشوفها على جهاز على اللاب عشان تبقى اوضح الصورة من كده. هروح على علامة ويندوز وحرف الار واكتب سلاش 192.168.1.10 ادوس انتر. يطلب مني يوزر نيم وباسورد administrator. بالتالي كده فتح معايا الجهاز التاني اللي هو الجهاز الباك اب اللي انا بحفظ عليه. هنا اليوزرز بتاعته، هنا عنده 2 يوزر، واحد باك اب وواحد ادمنستريتور، لان ويندوز 7 بيعاملهم كل يوزر مختلف، لكن ويندوز 10 بيعاملهم هما الاثنين يوزر واحد. طبعا هنا مش عارف اوصل الحاجه، فهظهر البارتيشن زي ما ظهرناه هناك، او بطريقه تانية هفتح البارتيشن بس. هروح على this PC وفوق هنا اكتب سلاش 192.168.1.10 سلاش تاني حرف الدي واس دولار بعده وادوس انتر. فتح لي بقى البارتيشن اللي انا بحفظ عليه هناك، فتحه لي هنا. فبالتالي ممكن اسحب ده كده وادوس ويندوز وعلى سهم يمين يجيب لي هو على جنب كده، وانا افتح مثلا هنا البارتيشن اللي انا هنقل منه اليوتيوب مثلا، وادوس ويندوز وسهم شمال، واخد حاجه من هنا مثلا احطها على الناحيه التانية، هتلاقيها ظهرت على الجهاز التاني موجوده، بس كده هيبقى محفوظه هناك مش هنا. وده كله هتنقله من خلال النتورك بتاعتك او من خلال الراوتر بتاعك. وعلى فكره مش شرط اساسا ان يكون في نت، هو اهم حاجه بس تبقى الاعدادات متظبطه ومحطوطه على راوتر واحد. يعني الراوتر ما فيهوش نت اصلا لكن ينقل داتا عادي، لان انا جربت فصلت كابل النت بتاع الاي دي اس ال بتاع الخط الارضي ونقلت بيه ونقل عادي، ما فيش اي اشكاليه. يعني مش شرط ما تقولش لازم يبقى في نت في الراوتر عشان يرضى ينقل. النت ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. يعني انت اهم حاجه يبقوا هما الاثنين او الجهازين او اكتر من جهاز متوصل على نفس الراوتر او على نفس الشبكه، والاعدادات بتاعتهم متظبطه زي ما شفنا في الشرح او زي ما شفنا في الفيديو مع بعض، وتنقل بكل سهوله وبكل اريحيه، ومش شرط يبقى موجود نت. طبعا هنا انا او مثلا عايز البارتيشن يفضل ظاهر هنا عندي على طول عشان اعرف انقل انا براحتي. وحتى لو تلاحظوا انا دخلت المره الثانيه ما طلبش يوزر نيم وباسورد، هو بيطلبها مره واحده اول مره وخلاص. هقفل دولة واروح هنا كبر دي واختار فيو، اروح على الكمبيوتر هنا واختار ماب نتورك درايف وادوس عليها //192.168.1.10
سلاش تاني حرف الدي اللي البارتيشن اللي انا عايز اظهره، واكتب الاس دولار وادوس انتر. فتحولي هنا. هقفل دي، وهنا في نتورك لوكيشن ظهرهولي من تحت هنا. لو انا حابب انقل، حابب اخد حاجه من الجهاز التاني اجيبها عندنا، او حابب اخد حاجه من عندنا احطها في الجهاز التاني وامسحها من عندي عشان توفر لي مساحه اللي انت عايزه براحتك. لو الفيديو ده عجبكم وفاتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم من هذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى. الى اللقاء.